مساء الخير عليكم، اخباركم عاملين ايه؟ اول خبر عايزين نقوله النهارده لجماهير نادي الزمالك انه مجلس اداره نادي الزمالك متكفلين بمساله ان هم يجهزوا اتوبيسات لجماهير نادي الزمالك لسهوله الانتقال للاسكندريه لحضور مباراه الزمالك والمصري البورسعيدي. طيب المكان هيكون فين؟ مكان التجمع او عدد الباصات اللي هتطلع او كل ده لسه بيجهز، وان شاء الله اول ما ينزل الاخبار على طول هنقولها لكم اول باول علشان نسهل على الجماهير مساله التجمع. تاني حاجه عايزين نقولها انه عايزين نكثف الدعاء لعضو مجلس ادارتنا الاستاذ محمد طارق. طبعا كلنا عارفين انه منزل محمد طارق اتعرض لحريق في يومين فاتوا، والموضوع ده خلى يبقى في عنده اصابه في اليد وفي الوجه، فبنتمنى له الشفاء. عايزين نكثف الدعاء، طبعا ده طلب من كل جماهير نادي الزمالك في انحاء الوطن العربي. ندخل بقى على الموضوع ونشوف هنتكلم على مين النهارده، ونبتدي كالعاده بشوبير. شوبير طلع له تصريح امبارح وبيقول لك ايه؟ بيقول لك يا ريت نعمل كشف على القوى العقليه للمرشحين لاعضاء مجلس اداره الانديه علشان خاطر في ناس مخهم ترللي. وباننا بنتكلم بوضوح وصراحه، ولان الصراحه ما فيش احسن منها، فهو يقصد عضو مجلس ادارتنا الاستاذ الكابتن الجنرال احمد سليمان، علشان كابتن احمد سليمان طلع في لقاء قبل كده وقال لك فيه احنا بندرس فكره ان احنا ما نديش اللعيبه بتاعتنا للمنتخب، طبعا بعد اللي حصل، وانتقد مصطفى شوبير وكأنه مصطفى شوبير فوق النقد لانه ابن احمد شوبير. وهو ده اللي يرجعنا للكلام او للفيديو اللي انا عملته امبارح على الفيسبوك والستوري اللي انا عملتها اول امبارح على الانستجرام، وقلت لكم حسام حسن دخل او خلى مصطفى شوبير يبقى هو الحارس الاساسي على عواد، وخلى عواد احتياطي للاحتياطي، لان الشناوي، لان شوبير هو احتياطي الشناوي اللي هو اللي اساسي في الاهلي. فحسام حسن عمل كده علشان خاطر يتفادى ان شوبير يتكلم عليه في الاعلام. وبمجرد ما كابتن احمد سليمان طلع انتقد شوبير وقال لك ان ازاي هو مش اساسي وعواد عندي اساسي، ما يبقاش هو الحارس الاساسي للمنتخب، فقام شوبير ما قدرش يستحمل كلمه على ابنه. قال لك ايه؟ لا ده احنا لازم بقى نكشف قوه عقليه على المرشحين لاعضاء مجلس الاداره، يمكن يكون مخهم ترللي. الحقيقه انا بس قبل ما ادخل على شوبير عايز اقول لجماهير نادي الزمالك كلمتين. في مثل دايما عندنا في الفلاحين انا بقوله: انا واخويا على ابن عمي وانا وابن عمي على الغريب. بمعنى ان انت النهارده وانا النهارده بنعترض على اعضاء مجلس ادارتنا كتير قوي وبننتقدهم كتير جدا جدا جدا، مفيش حد ملاك، هم مش بجناح ماشيين على الارض، لا هم معرضين للنقد وده شيء طبيعي. ولكن يختلف الموضوع لما طرف من ناحيه اخرى يتدخل. بمعنى انا انتقد احمد سليمان وانتقد حسين لبيب وانتقد حسام المندوب وانتقد اعضاء مجلس الاداره كلهم براحتي زي ما انا عايزه، ولكن لما الاقي طرف اخر بيصطف الميه العكره وبيدخل يهين عضو مجلس ادارتي، يهين لاعبتي، يهين جماهيري، يهين ميديا زمالك، يهين اي حد يرتبط اسمه باسم نادي الزمالك، حتى لو انا على خلاف مع هذا الشخص، نقطه ومن اول السطر اقف كده، انسى خلافي على جنب واركنه وانا اللي اقف قصاده. فهو ده الكلام اللي بوجهه لجماهير نادي الزمالك، تتفق او تعترض على اخطاء مجلس اداره نادي الزمالك، ولكن لما يجي طرف خارجي يصطف الميه العكره ويهينه يبقى لازم يحط لسانه في بقه وانت اللي تقف قصاده. اما بقى شوبير، انا عايز اقول لك كلمتين بجد. شوبير انت بالنسبه لي وبالنسبه لاي حد بيفهم علم نفس، فانت انتهيت من اول ما طلعت من اون تايم سبورت. وخد كلامي بجد واقول لك اللي انت فيه دلوقتي ايه باللغه العاميه، انت بتفرفر. ده بجد انت بتفرفر. اقول لك بتفرفر ليه؟ انت كانت مكانتك واقفه عند اون تايم سبورت، انا شوبير، انا احمد شوبير، ولما شدوا البساط من تحتك وقالوا لك لا مع السلامه، احنا في ثانيه نقول لك مع السلامه وادوكوا استماره 6، بقيت بتلف على القنوات وانت وانا عارفين وكلنا عارفين ان انت لفيت على القنوات، وفي الاخر رحت الاهلي، وانت وانا وكلنا عارفين انت رحت النادي الاهلي ليه، رحت قناه الاهلي ليه. فرحت الاهلي، الله يسهل لك، ابعد بعيد عني، رحت الاهلي. فكل اللي انت بتعمله دلوقتي عباره عن، واتحداك قدام أمة لا إله إلا الله إن أنت تجيب لي نسبة مشاهدات القناة. هات لي نسبة مشاهدات القناة الفعلية. هتقولوا لي ازاي الناس كلها شايفاه بما انه عمل جلجله على السوشيال ميديا، وبما انك انت بنفسك اهو رحت طلعتي وقلتي ده عمل وسوى امبارح في البرنامج بتاعه. انا هقول لك بتلعب ازاي يا حبيبي، انا ما شفتش البرنامج اهو، انا واحده من الناس ما شفتش البرنامج، ولكن ايه اللي بيحصل؟
اللي بيحصل ان هو بيطلع على القناه ومشاهدات القناه عندكم صفر. وانا بقول لك اهو هات لي مشاهدات القناه. مشاهدات القناه الفعليه عندكم صفر. لكن ايه اللي بيحصل؟ اطلع يا شوبير في البرنامج اتكلم عن نادي الزمالك، هننزل الحلقه على السوشيال ميديا ونبعت للجان بتوعنا جيمي، نبعت للجان بتوعنا التصريحات بتاعتك، فاللجان بتوعنا هم اللي هيقوموا الدنيا. اذا مشاهداتك عملتها منين؟ من اللجان وليس من برنامجك التلفزيوني. اللجان. اذا انت عملت نفسك ترند من اللجان لما بتنزل تصريحاتك فقط من اللجان. يعني انت قوتك حاليا في لجانك، لكن انت كشوبير ما بقتش موجود. انت عاوز ترجع موجود تاني، انت بتحاول تثبت لنفسك ان انت موجود تاني علشان انت فاكر نفسك لسه احمد شوبير. ولكن انا اسمع مني، انت بتفرفر. ولو ما كنتش بتفرفر ما كنتش كل اللي انت هتعمله دلوقتي ان انت عمال تدور على اي مواضيع تتكلم فيها، اذا حتى لو كانت تافهه. المهم ان هي تعمل ترند عشان اثبت للجميع ان انا احمد شوبير وانا لسه موجود. يا جماعه انا ما متش انا، ايوه ما متش، انا احمد شوبير، انا جامد جدا. فهعمل اي ترند حتى لو كان كلام فارغ، حتى لو كان كلام مصاطب، هعمل اي ترند علشان اثبت ان انا لسه موجود، انا احمد شوبير. هنا يكمن جنون العظمه وعدم الاقتناع بالواقع. انت مش مقتنع ومش قادر تتعايش مع الواقع ان انت خلاص بتفرفر، وان انت خلاص راحت عليك، وان انت ابراهيم فايق خد منك الشو، وواحد زي ابراهيم عبد الجواد خد منك الشو، محمودي خد منك الشو، ولا المحمدي خد منك الشو، شباب كتير خدت منك الشو. انت ما بقتش موجود. ده ابراهيم سعيد اللي احنا بنطلع نديله كل يوم خد منك الشو. فانت مجننك الموضوع ده ان الصغيرين خدوا منك الشو، فعاوز تثبت نفسك. ولكن خليني اقول لك راحت عليك مش باللجان. ايام زمان كنت بتتكلم في التلفزيون فالكل كان بيقعد قدام التلفزيون ويقعد يتفرج، حتى لو بتقول اي كلام كان الكل بيقعد يتفرج عشان انت كنت احمد شوبير. للاسف كنت احمد شوبير قوي برضو في شغلانتك، على فكره انت صايع في شغلانتك، دي حاجه مش وحشه، دي حاجه حلوه. فكان الكل بيقعد قدام التلفزيون يتفرج عليك. اما كنت في اون تايم سبورت كان كل اللي بيقعد على التلفزيون يتفرج عليك. حتى لو كنت بتنزل على السوشيال ميديا كان الكل بيقعد على التلفزيون يتفرج عليك. زملكاوي اهلاوي اي حد بيقعد يتفرج عليك عشان نشوف هتقول ايه، حتى لو كنت اللي بتقوله كلام مصاطب كانوا بيقعدوا يتفرجوا عليك. لكن دلوقتي محدش بيتفرج عليك، وانا بقول لك اهو علنا اتحداك تطلع لي مشاهدات القناه من ساعه ما انت رحت فيها صفر. عايزه كمان بالمناسبه اقول كلمه لابراهيم عبد الجواد. اكل العيش مر، ولكن اكل العيش لو هو ضد مبادئي انا مش هقبل باكل العيش ده. بمعنى انا عارفه كويس جدا وكلنا عارفين ان انت زملكاوي، وكلنا عارفين ان انت خايف على لقمه عيشك علشان بتشتغل في اون تايم سبورت. ودايما بتطلع تقول لنا ايه؟ دايما بتطلع تقول لنا انا بتكلم كده عشان مصر، انا بتكلم كده عشان حيادي، انا بتكلم كده زي ما هتكلم على الزمالك بتكلم على الاهلي. ولكن اللي بنشوفه على ارض الواقع غير كده تماما، لا يمت للحقيقه بصله. انت 24 ساعه لو لقيت فسفوسه على نادي الزمالك بتطلع تتكلم عنها. طب انت ما اتكلمتش ليه على عقد حسين الشحات المتسرب؟ لو انت بقى حقاني وحيادي ما اتكلمتش على عقد حسين الشحات ليه المتسرب؟ ما اتكلمتش ليه زي ما اتكلمت على ثلاثي نادي الزمالك اللي حصل مشاهدات في الامارات؟ ما جلدتش ليه امام عاشور زي ما جلدت اللاعبين؟ ما جلدتش ليه كهربا زي ما جلدت اللاعبين؟ ما جلدتش ليه الشحات بسبب الشيبي زي ما جلدت اللاعبين؟ ما طلعتش ليه اتكلمت على عدلي القيعي وقلت له يعني ايه طالب مجلس اداره نادي الزمالك اللي انت عايز تسالهم هم فلوسكم جايبينها منين؟ ما طلعتش ليه قلت له الكلمتين دول؟ لو حد من عندنا كان طلع وقال لك انا عايز اعرف الاهلي بيجيب فلوسه منين كنت هتفتح بقك؟ كنت زمانك هتقتله علنا كده في الاعلام، هتطلع تقول انت مالك ما ينفعش، عيب، ازاي تتكلم كده؟ ما تتكلمش ليه على اللاعبين بتاعه الاهلي اللي كل يوم مشاكل، كل يوم حوارات، كل يوم نيله مشاكل؟ ما بتطلعش تتكلم عليهم ليه زي ما بتتكلم على نادي الزمالك؟ ابراهيم انا مش هديك اكتر من حقك في الكلام، مش هديك اكتر من مساحتك في الفيديو. انا عارفه انه اكل العيش مر، ولكن لو اكل العيش ده هيجي على مبادئي انا بالنسبه لي مش محتاجه اكل عيش. دي قناعاتي الشخصيه ودي اخلاقي تقول لي كده. لو قررت ابقى حياديه فعليا ابقى حياديه على الاثنين، مسطره ميزان. لكن ابقى اسمي نفسي حياديه فاجي على الزمالك علشان ابان ان انا كيوت لا، انت كده مش حيادي، انت كده مطبلاتي، تفرق كتير. نيجي بقى لمجلس اداره نادي الزمالك.
لما كان عندنا مرتضى منصور كنا دايما كلنا كجمهور بنعترض على فكره الصوت العالي والزعيق والشتيمه، وكنا بنقول لا نقبل الجزئيه دي، لا نقبل. عايز تاخد حقك خده بحرفنه، ما تاخدوش بالشتيمه والفاظ والكلام ده كله، لان انت بتمثل رئيس نادي الزمالك. يعني عايزين نتباهى بيك، مش عايزينك تطلع تشتم وتعمل الكلام ده كله وفي الاخر بيجي في وشنا يعني. فجالنا مجلس اداره جديد اللي هو انتم. انا بوجه لكم الكلام وانا عارفه ان انتوا هتشوفوا الفيديو. جالنا مجلس اداره جديد اللي هو انتم، ولكن لقينا من صوت عالي وشتيمه لعدم رد. فانت اوعى تفتكر ان انت الرد بتاعك بيكون بالسكوت. السكوت احيانا للبعض بيتفهم ضعف، بيتفهم غلط. فانا علشان اكسر الجزئيه دي واكسر المعادله الصعبه بين الزعيق وبين السكوت ارد، ولكن ارد بعقلي، ارد بالمنطق، ما اردش ببيان واقول فيه كلام الناس بالتراب يداس ونطلع الجماهير تسقف. لا، انا مش عايزه كلام الناس يداس والكلام ده كله. ليه؟ لانه انا لما النهارده ما اردش واطلع انزل لهم بيان زي ده هيقوموا فيها اكتر، وهيبداوا يغلطوا اكتر، وهيبداوا يستلموا الزمالك اكتر. فما ردش المره الجايه او انزل لهم بيان هيبداوا يزيدوا فيها اكتر، هيبداوا يزيدوا اكتر واكتر واكتر. ليه؟ لان الموضوع بقى متاح، ما انت ما بتردش. هسالك سؤال كعضو مجلس اداره نادي، هل انت على قناه الزمالك تقدر تتكلم وتقول على عضو من اعضاء مجلس اداره الاهلي انه لازم نكشف عليه علشان مخه ترللي؟ هتقدر تلمح بكده؟ ما تقدرش، ما تقدرش. انا بقول لك اهو، انا عارفه، انا بقول لك ما تقدرش. هل انت على اي قناه من قنواتك اللي هي تخص نادي الزمالك، اي برنامج على قناه نادي الزمالك، هل انت تقدر على اي برنامج على قناه نادي الزمالك تتكلم من قريب او من بعيد او من تحت لتحت على النادي الاهلي؟ ما تقدرش. هل تقدر ترد على الاعلاميين؟ ما تقدرش. وده شفناه. وليه بقول ما تقدرش؟ لان احنا عارفين ان انت ما تقدرش، لان احنا وقعنا في مشاكل كتير جدا. قناه الزمالك كانت ساكته وحاطه لسانها في بقها وحاطه ايديها على بقها وساكته وما بتتكلمش. كان اللي بيدافع جماهير نادي الزمالك فقط. ما شفناش اعلامي من الاعلاميين بتوع قناه نادي الزمالك بيطلع يتكلم. ما شفناش اي حد بيطلع فيهم يتكلم حتى على بوست على الفيسبوك في عز الازمات اللي احنا مرينا بيها. ما طلعش حتى كتب بوست عنده، وكأن الكل خايف. فشيء طبيعي ان انت بقيت متاح الاعلام يعمل فيك اكتر من كده. لانه ليه؟ مش شايف لجام، مش شايف عصايه اترفعت. عصايه اترفعت بمعنى ايه؟ ارد، ولكن بعقلي وبالقانون. احيانا ارد بعقلي وبالقانون. لما حد منهم يلاقيك اتخذت اجراء تجاه المجلس الاعلى للاعلام بقى، سواء صعدت الموضوع للمجلس الاعلى للاعلام او تناولت الموضوع في القضاء، ساعتها كله هيسكت. ساعتها كله هيسكت. ليه؟ عشان هيخاف. اضرب المربوط يخاف السايب، زي ما بنقول كده في الفلاحين، اضرب المربوط يخاف السايب. فمجلس اداره نادي الزمالك انا مش فاهمه، يعني انتوا لا بتردوا عليهم على الاعلام اللي ماسكنا 24 ساعه ده، ولا بتردوا على التصريحات اللي اصبحت مقززه وبقت عباره عن قعده مسطبه ستات بيشرشحوا لبعض. لا بتردوا عليهم، لا قناتك بترد عليهم، ولا بتتخذ اجراء قانوني، ولا بترفع الموضوع وبتصعدوا للمجلس الاعلى للاعلام وسايب الجماهير منهم ليهم هم اللي يردوا. الجماهير لو قرروا وما يردوش بكره، لو هم بيردوا النهارده وردوا امبارح وقرروا بقى ان هم جابوا اخرهم وقالوا لك مش هنرد تاني، هتعمل ايه؟ بقى النادي بتاعك مباح. انت اللي سندك لحد دلوقتي ان جماهيرك بترد، لكن ده مش معناه ان انت تفضل ساكت عن الهرتله اللي بتحصل دي، لان عيب. بقت قعده مصاطب، ما بقاش اعلام ولا بقى كوره. فمجلس اداره نادي الزمالك اتمنى يبقى ده اخر مره اتكلم فيها في الموضوع ده، وتتخذوا بقى اجراء صح، علشان السكوت بقى عباره عن ضعف فقط لا غير.